الله الرحمن الرحيم. بمناسبة عيد العرش المجيد، نظمت الجامعة الملكية المغربية للملاكمة بتنسيق مع عصبة فاس مكناس للملاكمة وبتعاون مع الجامعة الترابية توشطات وبتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإقليم الحاجب نهائيات بطولة المغرب شبان وشابات وفتيان ذكور. تمر هذه الأجواء في مرحلة نهائية للحصول على لقب بطل المغرب أو وصيف بطل المغرب ضمن التباري يضم 8 أنصاب جهوية. ولهذا فإن التنافس اللي تشهد هذه الدورات النهائيات يعد على أعلى مستوى، لا من ناحية ديال التنظيم ولا من ناحية المستوى التقني، بحضور طاقم المنتخب الوطني، مدربي المنتخب الوطني الكوبي كارلوس خوسي وبركي احمد، اللي تيشهدوا لانتقاء عناصر الوطنيه الفريق الوطني المقبل على المشاركه في بطوله الافريقيه اللي تندار في السنغال ان شاء الله. فالاجواء الحمد لله دائما تنقل تمر باجواء رياضيه من صد التتويج الحمد لله تعنوها الفرحه والسرور بهذه المناسبه السعيده لعيد العرش المجيد. نرفع القبعه للناس اللي تعاونوا معنا والجامعه الملكيه المغربيه للملاكمه، وكذلك السيد رئيس الجامعه الملكيه المغربيه للملاكمه السي عبد الجواد بن الحاج اللي شارف على هذه العمليه ديال النهائيات ديال البطوله الوطنيه من اجل ان تمر في احسن الاجواء. وشكرا. يا ناس احسن 57 باقي ما تلاقيكم ليا.